ومن الأشياء الغريبة والجريئة في الباب وما صنفه الشيخ الكتاني الفاسي رحمة الله عليه، صنف رسالة ذكر فيها، وشوف دابا احنا لا نتحدث عن شيء فيه يعني مستحب أو مكروه، عن ماذا تكلم عن الحج اللي هو فريضة. فقال ذكر فيها أن الحج في زمانه ساقط عن أهل المغرب، سبحان الله، وسبب ذلك أن السفر في زمنه ليس له سبيل إلا السفن التي كان يمتلكها النصارى، فقال يأخذون أموالنا ثم يتقوون بها علينا، فلا استطاعة لأهل المغرب إلى الحج فسقط عنهم ذلك الفرض. سبحان الله. هذه جريئة، هذا قول جريء، لأن هذا في زمن الاحتلال، فكان يعني المحتل يتقوى بأي مال كان عنده لاحتلال بلاد المسلمين، فأسقط فريضة الحج.